بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ التائهون في الحياة، التائهون في الحياة دي كده دروس هدى ونور للناس عشان الناس تهتدي. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انا بجذب الناس اللي عندهم زهرة العقرب، انا بجذبهم في الحياة. لا، انت مش بتجذبهم، هم موجودين. وبعدين يقول لك ان زهرة العقرب هي انعكاس لما في الداخل، لان ده قانون الانعكاس. يا عم انا ما عنديش زهرة عقرب، انا ما عنديش في الخريطة زهرة عقرب، ولا عندي كواكب في العقرب، ولا عندي كواكب في الجدي، ولا عندي كواكب في الحمل، ولا عندي كواكب في الحوت، ولا اتشرف ان يكون عندي كواكب في الابراج دي، ولا عندي كواكب في الطور، ولا اتشرف ان يكون عندي كواكب في الابراج دي. يقول لك لا، طالما هو مش قانون الجذب يبقى هو قانون الانعكاس. طب انا دلوقتي ولا بجذبتهم ولا عكستهم، ولا عملت كده ولا سويت كده. لا قانون جذب ولا قانون انعكاس ينفع الكلام ده. يقول لك ايه السبب يا معلم؟ يقول لك كما في الداخل كما في الخارج. بدأ لتفسير كل مشكله. بعدين يقول لك لا، اصله ده قانون الانعكاس. لا، هم بيظهروا في حياتك لان ده قانون الانعكاس وده قانون الجذب. طيب انا محمد عمري ما فكرت في الالحاد، او ما يعني الالحاد ما يشغلنيش. طيب وما اهتميت للملاح ده ولا يهمني ولا يفرق معي. بس هما طلعوا ترند في 2018 و2017 لما كان زحل في القوس. فجأة كده كل واحد يقوم من النوم يقول لك انا بقيت ملحد يا جماعه، انا بقيت ملحد يا جماعه. فجأة كده، فجأة ده ينفع؟ ده ينفع؟ فبالتالي يقول لك لا، اصل انت اللي جذبتهم. انا ما جذبتهمش، هم موجودين بالفعل. انا ولا جذبتهم ولا عكستهم. ده المدرسه دي بتاع التفسير المهتوكه بنت المهتوكه دي بترمي كل حاجه عليك. انت السبب، انت السبب. قانون الانعكاس هو السبب، قانون الجذب هو السبب. انت السبب يا عم، انا ما عملتهمش. هم ولاد عرس الملاح ده، الله يلعن البطن اللي حملت فيهم. هم اللي بيجولنا، احنا ما رحنا لهمش. فجأة كده لقوهم نطوا في حياته ويخبطوا في الدين. انا ما اعرفش. يعني دي من اكتر الاشياء اللي مكرهاني في عيشتي. ويا ديك الكلب دول، ومع اني اسبهم سب، انا بلعن ابهاتهم واجدادهم وامهاتهم وخلاص. يعني انا ابتديت يعني صار ان انا لازم انبه في اليوتيوب، وانبه في السناب، وانبه في التويتر، وانبه في التليجرام. يا جماعة انا ما بحبش الملحدين، ولن اتسامح مع الملحدين، وانا مش صديق الملحدين، وانا ما ينفعش اصاحب ملحدين، وانا ما بحبش الناس اللي عندها ضلالات دينية ومذاهب دينية فاسدة. وانا شخص على مذهب اهل السنة والجماعة، وانا مصري، واحنا في مصر احنا سنة. وانا ما بحبش الضلالات الدينية. انا كده، ربنا خلقني كده، وهفضل كده، واعيش كده، وهموت كده. ولو حاولت انك تخش تغير فيا بل عن ابو اجدادك الاولين والاخرين، فانا مش ملحد، وما كنتش ملحد، ومش هبقى ملحد. يجي لك واحد ملحد الا يحاول يبعبص فيه فاقوم العن، وهكذا. فين بقى قانون الانعكاس وقانون الجذب؟ طيب وبعدين يا جدعان؟ وبعدين قانون الانعكاس هو السبب، قانون الجذب هو السبب. اصل انت هم رساله ليك في الحياه. لا مش رساله، لا مش رساله. الملاح ده هم كلاب سكك ضاله ملاعين والدين بيتنططوا في كل مكان. العلاقات العاطفيه الفاشله، الكل بيمر بعلاقات عاطفيه فاشله. الفقراء موجودين في كل مكان. النصابين موجودين في كل مكان. المشاكل بتحصل للكل والجميع. ايش دخل الانبياء نفسهم كان عندهم مشاكل؟ الرؤساء ورجال الاعمال، كل البشر على اختلاف طبقاتهم وانواعهم والوانهم وثقافاتهم ومعلوماتهم ودرجاتهم العلميه ودرجاتهم الجامعيه. كل البشر بيحصل لهم مشاكل، وممكن يدخلوا في قضايا وسجون ومحاكم وبلاوي زرقاء. المشاكل شيء وارد، حصل وبيحصل، وممكن من المحتملات والعياذ بالله انه يحصل، بس احنا بنحاول نتجنب المشاكل. طيب يبقى ما تجيش بقى تقول لي اصل ده انعكاس لويش. ده حاجه موجوده، ده حاجه موجوده بره في العالم الخارجي. احنا اتولدنا لقيناها موجوده. طيب ما دلوقتي بتروح الجامعة أو بتروح الصحراء، في الجامعة هتلاقي كتير طلبة متخلفين عقليا، وطلبة المفروض مكانهم مستشفى الأمراض النفسية، وطلبة كتير مكانهم حظيرة الخنازير. هتروح الصحراء فيها حيات وعقارب، وفيها بتاع ده مش عارف الذئاب وثعالب، وفيها من كل الهوام والدواب. ما تجيش تقول أصل أنا جذبته. أنت ما جذبتهمش، هو من المحتمل إنك تجده. وجدتهم ده محتمل، ما وجدتهمش ده محتمل. فيعني ما تنزلش في البحر وتقول السنة اتبليت. ما تنزلش ما تعيش لما تخالط البشر. انت لازم هتقابل في البشر الحلو والوحش، وابن الكلب وابن 66 كلب، والكذاب والزرات والهياص والطياز، واللي بيتخيل واللي بيتوهم، واللهبل والعبيط، واللي بيفهم واللي ما بيفهمش، واللي بيفهم بس عامل نفسه ما بيفهمش، واللي ما بيفهمش بس عامل نفسه بيفهم. هتقابل البشر اشكال والوان واصناف. ما تجيش تقول لي بقى اصل قانون الانعكاس وقانون الجذب هو السبب. هو السبب لو انت مركز عليه. لو انت كل يوم بتقوم من النوم
انت كل يوم بتقوم من النوم تفتح قناه اليوتيوب تسب وتلعن في الملاحده المعرصين ولاد الكلب، وخاصه الملاحده اللي في الدول العربيه، دول شويه معرصين ولاد كلب. طيب دلوقتي لو انت مركز عليهم اكيد ان هم يرفعوا هاشتاجات ضدك وحملات ضدك، وطالما ان انت واقف لهم بالمرصاد هيصبحوا هم اعدائك، او هيصبحوا هم يعني عداوات، لان انت بتعارضهم في الدعوه الفكريه بتاعتهم وبتعرضهم في الحملات الفكريه بتاعته. زي مثلا هيثم طلعت، الشيخ هيثم طلعت ووليد اسماعيل وكل الناس اللي ضد الملاحده وضد العلمانيين وضد الكفر، والراجل بتاع مكافح الشبهات. طيب انا ما اخترتش ان انا اكون ضده، هم ولاد الاحبه بيجوا لحد عندي وبيجي يتمسحوا فيا ويتمنكحوا معي، وطبعا هم يفتكروا طبعا بقى ان انا عيل بيجي بروح وباجي يا اني بكفر فيه، يا اني بلعن واسب اجدادهم ال17 وال15، وهم اللي بيجيبوا لنفسهم الكلام. شويه مهاتيك معرضين ما رحنا لهمش، هم اللي بيجي لحد عندنا. فمشكله ومساله الملاحده انت لازم تعلن من البدايه يا جماعه انا مش ملحد وما كنتش ملحد، وانا ما بحبش الملحدين ولا بحب صحبه الملحدين، اصلا كده ما بصاحبش حد، انا اصحابي قليلين خالص، ونادر نادر نادر ان انا بحب اصاحب حد، وانا شخص ما بتعاشرش وما بحبش اعاشر حد، وما مش من النوع اللي بيحب يكسب البشر، يعني انا كده، انا خلقتي كده، انا ما بحبش البشر، انا بتقرف من الكائن البشري. فين وفين لما تلاقي واحد دماغه رايقه وتتكلم معاه، فين وفين، ده نادر جدا. لكن لو جيت تشوف البشر اديك شايف، اتفرج كده حواليك، ادي البشر واللي بيعملوه في بعض واللي بيفعلوه في بعض، هم دول البشر اللي بيقولوا عن نفسهم بشر، واحنا خير خلق الله واحنا فضلناهم على العالمين. طيب اتفضل، ادي البشر، لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، ادي البشر اللي انت شايفهم بره. فما تجيش تقول لي اصل قانون الانعكاس وقانون الجذب هم السبب، في كل مكان هتلاقي الحلو والمر وممكن تلاقي. فانت ايه، انت واحد في الكوكب ده، انت وحظك بقى، يعني من حظك الحلو انك تقابل ناس حلو، ده حظ بقى، ما تقوليش لا قانون انعكاس ولا قانون زفت ولا قانون جذب، وانت ممكن تعدل في حظك احيانا، انك تعدل حظك وتقابل الناس الحلوين. طيب وممكن حظك الاخبر يوقعك في مكان اخبر مع ناس غبره واشكال غبره واشكال ضاله وكلاب سكك. ما تجيش تقول بقى اصله ده قانون الانعكاس وقانون الجذب، هو ملوش علاقه، هو دول كائنات موجوده في المجتمع وبوفره، ومن المحتمل ان تقابلهم. ما تجيش تقول لي ده قانون الانعكاس. هم اولاد الاحابي ولاد المناكيح يقولوا لنا من الاول ان هم شويه ملاحده فسقه فجره لا يعرفون الله ب3 جنيه. انا كنت ثبت ابهاتهم وامهاتهم من اول مكالمه ولا من اول مره، بس احنا ما نعرفهمش. هو ملحد متخفي، ملحد ملعون والدين متخفي، ما نعرفوش، بنحتاج وقت عقبال ما نكشفه عقبال ما نفهمه. طيب ويلا بقى، يلا معلش.